إذن بدء عطوة اعتراف من قبل آل عناب إلى عشائر بئر السبع وعامة آل أبو الشيخ في تداعيات وفاة الطفلة شاهد ناصر أبو الشيخ. إذن السلام عليكم، الله يمسيكم بالخير جميعا. تواجد عشائر أبو الشيخ وخاصة وبئر السبع عامة لاستقبال الجاهة من آل عناب بتداعيات وفاة الطفلة شاهد ناصر أبو الشيخ، حيث غرقت رحمه الله في إحدى البرك الزراعية في منطقة اليدودة. يا الله السلام عليكم جميعا. الله يمسككم بالخير. الله السلام عليكم. هلا والله. السلام عليكم. وانا اريدك والله. يا شيخ وليد. هلا شيخ حافظ. هلا. السلام عليكم. ايش بدنا نسوي؟ العريس لازم يطلع. هلا شيخ ابو النور. هلا يا هلا. اليوم شهر. شيخ ابو ماهر كيف الحال؟ يا هلا يا مرحبا يا مرحبا. والله وايد نسلم عليكم. نسلم على الجميع. إذن بوجود رئيس مركز أمن جويدة محمد سليمان الخليفات، عطوفة محمد سليمان في عطوة الاعتراف من قبل آل عناب إلى عشيرة أبو الشيخ خاصة وعامة لعشائر بئر السبع. أهلا محمد بن نعم فاضل طيب يا هلا الأول الله يمسيكم بالخير. احنا مستقبلين وجاهك. هلا محمد. هلا ابو عماد، الله يمسيكم بالخير. يلا حيهم. الله يعينك. جيتوا عقب المغرب ان شاء الله. هسه والله جينا عند الجبليه. انا معك. غلبونا شويه. بس ما ناس يقدر عليك لو اهلا وسهلا، الله يحييكم. اهلا وسهلا جار من عند جيراننا جايبهم فرد زوجي. فرد زوجي جايبهم. هلا يا اهلا وسهلا فيكم. يا هلا يا مرحبا. الله يمسيكم بالخير. كيف الحال؟ كيف الصحة؟ إن شاء الله بخير. الله يسلمك. كيف حالك شيخ أبو البشر؟ كيف الصحة يا رفقة؟ الله يجيرك ويبارك فيكم. اهلا وسهلا. يا أهلا بك. أبو عمار كيف الحال؟ لا مش فرد زوجي، احنا معزومين من جهتين. لما كنا رابطة، كنا يا عمي رابطة على راسي. كنا رابطة، كنا اصلاح ذات ميزان حسناتكم ان شاء الله. اي والله. اهلا وسهلا فيكم واهلا وسهلا بهالجهه الكريمه وكلكم وجهاء وفنجان القهوه لكل الغانمين اللي اجوا والحاضرين. هات القهوه هاي. هاي حسن. صب يلا. يلا اميرنا الشيخ عبد الكريم اليوم. يلا حيكم المشايخ ولا ملك. الله يحييك. اهلا وسهلا. الشيخ عبد الكريم. هان وين الشيخ؟ وين؟ هلا بسامة. فنجان القهوه. تفضل يا اخوان. تفضل يا اخوان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اشكر آل ابو الشيخ على حسن الضيافه والاستقبال، وهاي من عادات اهلهم يكرموا ضيوفهم. واحنا نعتذر عن التاخير، والله كنا بعطوه قتل
وتغلبنا شوي، لكن الحمد لله ربك فرجها. والله جزاهم الله خير رجال إصلاح ذات البين ما يقصروا. يقول لك 3 مخلفات المواعيد: الموت والمطر والدولة. فالدنيا مطر وسيول، شايفين انتم زحليق برا واحنا جايين على مهلنا، ونعتذر منكم اشد الاعتذار. اول شيء نقرا الفاتحه على روح بنتنا المتوفيه. الله يرحمه. هذا الجاهة تشرفت الى مضربكم. اول شيء تعزي عليكم باسم بيت عناب من نابلس عامه، وهذا الجاهة الكريمة جاية لكم ولخاطركم، وتعتذر عن تأخير العطوة وعن اللي صار. وانتم مصابكم جلل، وهاي بنتنا ما هي بنتكم، لأنه احنا وياكم جيران وأهل، وانتم تدروا يا دار أبو الشيخ أن الدخالة بلوى والكفالة بالخاطر، والجماعة دخلوا علينا، وإن شاء الله تكونوا انتم وياهم دائما أحباب وأصحاب. هذا البلد الله حميها ببركة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ببركة الهاشميين، ببركة شعبه الطيب اللي حافظ على هذا الوطن وما خلى العدو يقعد بينهم. واحنا الان يا اخوان كنا نشد ونؤيد جلالة الملك عبد الله الثاني بالنسبة للقدس وفلسطين، وكنا مع جلالة الملك وكنا عيال وكنا فداه، لانه احنا يا الاردنية قاسمنا اخواننا السوريين وكل الاوطان اللي من برا اللي صارت بها الحروب والنيران على لقمة العيش، وقاسمناهم ببيوتنا وقاسمناهم برزقنا لاجل برضو نحافظ على هذه الوطن. واحنا الاردنيين اسمكم نشامة برا. ليش؟ لانكم نشامة يعني محافظين على هذا الوطن، وان نضل محافظين ونضل احنا مع جلالة سيدنا وندير بالنا على هذا الوطن. والله يحمي الجميع ان شاء الله جميعا. بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك على الانفال، قل الانفال لله والرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله واطيعوا الرسول ان كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. وبسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا لمغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض عدت للمتقين الذين ينفقون بالسراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. وبسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. تشرفت هذا الجاهة إلى ديوانكم العامر لتطلب منكم عطوة لحين صدور قرار الحكم، وجزاكم الله خير، والله يخلف عليكم يا آل أبو الشيخ المحترمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بالحضور جميعا في الجاهة الكريمة، شبابا وشيوخا، ومن رجال الأمن أيضا، ومن وجهاء العشائر والمخاتير والشيوخ، ومن أصحاب الرتب الذين لا أعرف رتبهم، فأهلا بالجميع. أرحب بكم جميعا. ولكنني قبل أن ألبي طلبكم لابد أن أعرج على نقطتين. النقطة الأولى أن هذا المنتفع الذي قام بهذه البرك التي ليس لها أو ليس فيها جزء بسيط من الموانع أو من الحماية، وهذا يدل على الإهمال، والإهمال يربي دائما أشياء كثيرة وتنتج مخاطر كثيرة من ورائه. فنتيجة هذا الإهمال أودى بوفاة هذه الصبية الصغيرة التي لا يتجاوز عمرها 13 عاما، ورحمة الله عليها، وندعو لذويها ووالديها بالصبر والسلوان. نعم. لذلك من هذا المنطلق أنبه أن إذا بقيت هذه الأمور، وهذا وجهه إلى المسؤولين في الدولة، إذا كانت هذه الأمور تبقى مشابهة أو على هذه الوسائل ممكن يلحقها ثان وثالث ورابع إلى آخره.
والضرر القاعدة الشرعية تقول لا ضرر ولا ضرار. لذلك الضرر نتج عن نتيجة الإهمال، ولذلك بهذا السبب الذي أدى الإهمال بسببه هذه الوفاة. لكن إذا الأمور ازدادت تتفاقم أكثر فأكثر. هذه النقطة الأولى. والنقطة الثانية أن الجاهة تأخرت، يا ليتها جاءت في موعدها اللازم، لرأيتم منا قولا غير هذا، ولسمعتم منا كلاما أحسن بكثير. ولكن أهل الكرم كرماء يكرمون دائما وأبدا. لذلك لا نتكلم عن أنفسنا، ستشهد لنا الأيام إذا كنا كرماء أو غير كرماء لآل أبو الشيخ. هذه النقطة الثانية. ولا نريد أن نحاسب على التأخير، لأنكم والله وجوه أعزاء علينا وكرماء، لذلك لا نحاسبكم على التأخير، لأن يعني التمس لأخيك عذرا، والرسول يقول التمس لأخيك عذرا ولو 40 عذرا، التمس لأخيك عذرا. ونحن كما ذكر المتكلم اعتذر نقبل منه العذر. ولكن النقطة الثالثة، أهلا وسهلا، نعطيكم عطوة، ولكن هذه العطوة بنسميها عطوة اعتراف، وليست مقرونة بحكم أو لأجل الإهمال الذي حدث، من أجل أن يربى هذا أو ذاك الذي له يعني المنفعة، من أجل أن يعاقب على إهماله. وأهلا وسهلا بالجميع. جزاك الله خير. جزاك الله خير، والله يعطيك العافية. الله يعافيك. أول شيء والله المصاب متأثرين فيه إحنا جميعا. ليش؟ لأنه هاي بنت مسلمة، كنا تحت شعار لا إله إلا الله محمد رسول الله. لكن إحنا طالبين من الله ومنكم، أول شيء جيتنا اعتراف، جيتنا عليكم هان معترفين، لكن إحنا ودنا من الله ومنكم وأنتم كرماء وطيبين ناخذ عطوة مقرونة بحين قرار الحكم. شو يصدر على هذا الحكم على المزرعة هاي أبدا إحنا جاهزين، وإحنا جيتنا يا شيخ اعتراف معترفين أبدا. يعني إحنا جيت هالوجهاء والشيوخ معترفين، ودنا من الله ومنك هذا العطوة يكون مسماها مقرونة بحين قرار الحكم. وجزاك الله خير. أنت أهل العرف والعادة يا أبو الشيخ. الله يحييك. أنا الآن أحول الكلام لأخي لأنه عنده أبعاد أكثر مني أو اطلاع أكثر مني، لذلك اسمحوا لي أحول الموقف الآن إليه. أثني على ما تقدم به شقيقي الأكبر الدكتور موسى أبو الشيخ. أشكر الجاهة الكريمة، أشكر الجاهة الكريمة بكافة شيوخها وأطيافها وأشخاصها، وبنفس الوقت أشكر الثلة الطيبة من شباب عشيرة أبو الشيخ ومن أبناء بئر السبع ومن أبناء الأردن كافة. أشكرهم على حضورهم وأشكرهم على صبرهم. الآن يا إخوة لنتحدث بما يرضي الله ويرضي رسوله ويرضي كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا أخوان، احنا اتهمنا بحرق المزرعة، وطلبنا من رئيس مركز الجويدة اللي بحضورنا الرجل الفاضل المحترم، احنا أبناء كل أردني في هالوطن، احنا نتنزه عن انه يصدر من ابناء عشيرة ابو الشيخ او من ابناء بئر السبع الرد الذي صار في حرق المزرعة. يجوز ان يكون هناك مغرض في هذا العمل. نعم هو مغرض. يجوز ان يكون هناك مغرض وليسمعني الجميع، ويجوز ان هناك يكون ناس مدسوسة لهذا الموضوع. نعود للبرك والتي سمتها ابنة عم المرحومة والتي كانت برفقتها. أنا يا جدي رحت أشوف البحيرة، البحيرة تفتقر لمعنى السلام العام. البحيرة أنا متأكد يا شيخ عبد الكريم الحويان، أنت والشيوخ اللي معك والجماعة الموجودين والمستمعين من المستقبلين،
إنه عناب لا يعلم عن البحيرات، ولا يعلم عن تربية الأسماك، ولا يعلم عن تجارة المياه، ولا يعلم عن سرقة المياه في المزرعة إن كان هو ولا جيرانه. هذه بؤر. يلي يعلم الجميع أن هناك مدرسة تبعد 25 متر عن هذه البرك. اسمعوا يا جماعة، مدرسة يزيد فيها أكثر من 1000 طالب، مدرسة الدرة بجانب البرك. لنفرض أنه أبنائكم ويجوز من أبنائكم بيدرسوا في هاي المدرسة، فلت أحد هؤلاء الأطفال كما صار في زرقاء معين، الكارثة التي لا تنسى، ودخلوا هالمزرعة. من يتحمل هاي المأساة؟ من يتحملها؟ أنتم وجهاء وشيوخ وقادة ورتب وأصحاب كلمة، وأنتم كلمة شرف. وجودكم في هذا الموقع شرف للجميع، لكل أردني. احنا كما قال أخي الكريم لا نقبل إلا بعطوة اعتراف. المحكمة موجودة، ومن أحب من كافة الوجوه الخيرة أن يرى البحيرات والتي تسمى بحيرات ومستنقع للأسماك، والكل يعلم، والذي لا يعلم يعلم أن الأسماك بحاجة إلى تغيير مياه كل 15 يوم. هاي البحيرات لازم تتغير الأسماك، لازم تتغير المياه للأسماك. يعني هناك سرقة مياه من الدولة لا يعلمها آل عناب، وإن كان منهم أحد موجود لا أعلم وحياهم الله. احنا كان هناك موقف، حضرت بنت أبو جعفر عناب وشافت الموقف، وسأل ابن أخوي زوجها: أنت ابن عناب؟ قال له: لا، هي بنت عناب، هاي البنت بنتنا. وهذا شرف لكل أردني، لأنه احنا نحافظ، وإن شاء الله محافظين. وأي شيء في هاي المزرعة من هان وهيك، أنا كلفت نفسي أمام السيد محمد خليفات رئيس مركز الجويدة، وأمام مدير منطقة جنوب عمان، جنوب عمان، السيد موسى الحياصات، إني راح أوقف حرس على المزرعة، ووقفت حارس من أبنائنا على المزرعة يحرس المزرعة خوفا من المغرضين. أنا الآن إذا بدي يكتب هذا الشيء، احنا المزرعة بريين منها أمام الله وأمام كل غانم. احنا ما تربينا ولا اعتدنا إنه احنا نحرق جار أو نسيء للجار. وأنت يا شيخ عبد الكريم، أنت والوجهاء الغانمين، أنت جار، وأبوك الله يرحمه كان جار، ونحن ناس اسمنا وباسم عشائر بئر السبع كلها وكل أردني احنا ما بنضر الناس، وهذا اللي عندنا. وبارك الله فيكم. جزاك الله خير. الله يمسيكم بالخير. أنا تكلمت مع الدكتور خير أبو الصعيريك ومع الدكتور زايد أبو الشيخ، واتفقنا على العطوة إنها مقرونة بحين قرار الحكم، وقال لي تفضلوا حياك الله. فأنتوا يا دار أبو الشيخ وبئر سبع جميع ما هي إلكم إنكم تجيبوني هان وتلبسوني ثوب مو هو ثوبي. أنا متفق وقدام عطوفة المتصرف إن أجي آخذ عطوة مقرونة بحين قرار الحكم. صلي على النبي. إلك حق، إلك حق. الدولة هي اللي تفصل بينك وبين الجماعة. ما هي العطوة ما تفرق عن العطوة باعتراف شيء. إحنا جيتنا هان أصلا اعتراف. ثاني شيء أنا بدي أريحك وتريحني. إحنا ناخذ عطوة مقرونة بحين قرار الحكم. الحكم إذا حكم على هذه المزرعة إنه هي اللي مسبب لهذه البنت، أبدا العطوة شغالة. أما إذا المدعي العام قال على البنت تبعت المزرعة ما عليك شيء، طبعا ما راح يقولها ما عليك شيء. ليش؟ لأنه هاي مزرعة، وين السلامة العامة تبعتها؟ فهذا العطوة إلك مين لهم؟ اتهم أنا بحرق المزرعة؟ ما عليك أنت بالمزرعة، أنت أنا عليك. اتهمت وطلبت. نعم. أنا اتهمت وطلبت. نعم. مش مني. ونبهت 4 مرات عليه بالصيفة الأمان. جزاك الله خير. وللعلم هاي نقطة أنا نسيتها، الجيران نبهوا على المصري نفسه. المصري يا أخوان تاجر مياه، تاجر مياه، يسرق مياه وينضح مياه من الوادي في أيام الشتاء ويبيع مياه ل3 مشاتل. يعني احترموني، أنا محترمكم كلكم في هاي النقطة. بؤرة لتجارة المياه على ظهور الشعب، وكل واحد فيكم تجي فاتورة مياه مكتوب في الآخر تحت هدر المياه 5 دنانير. نعم. وهذه مسؤوليتنا كلها يعني. نعم. هي القضية عند المدعي العام منظورة، واحنا سيفنا تحت سيف الدولة.
وهي الدولة إن شاء الله غير تثبت لكل حق، وإحنا نؤمن بقضائنا العادل. فطالبين من الله ومنكم إنكم تتكرموا علينا، تعطونا عطوة لحين مصدورة مقرونة بقرار الحكم، وهذا العطوة إلك مية إلى أحد. واضحة بدون جيتنا احنا هنا اعتراف اصلا. انا اذا بدون في متهم بكره. هاي ايش دخل هاي عطوة عشائرية ما لها دخل بال. هذا موت داخل مكان، بعد اذنك هذا موت داخل مزرعتك تتحمله. نبهت عليك 4 مرات، في جيران 20 عائلة موجودين الآن نبهوا عليك 20 مرة. الآن اللي نبه حوالي 100 شخص. 5 سنوات إلي بنبه عليك. أنا باخذ عطوة اعتراف وليس عطوة مقرونة في دولة. ليش أتصل القضاء؟ ليش تربط إيدي للقضاء؟ أنا واضح ميت عندك وانت ذبحتني وفي بيتك وداخل مزرعتك ومن ايه مالك وانت السبب. يا شيخ عبد الكريم يا جماعه يا نايف يا شيخ عبد الكريم، نعم والله ما فينا واحد من عيلة ابو الشيخ قليل حيله ولا قليل مال. انا بدي احكي عن المال. والله ما احنا فاتحين كيس وقاعدين على الباب. احنا ما احنا طلابين، ما احنا طلابين مصاري. مقرونه بقرار الحكم ماشي، مقرونه معطوه اعتراف ماشي مقرونه بقرار توكل على الله. خلص مقرونه ماشي باعتراف مقرونه بقرار ايوه الحكم. وخلص. احنا جزاك الله خير يا جماعه، جزاك الله احنا خير. طلابين شرف الكو. صب لنا قهوة والله يخلف عليك. اعتراف وغير مقرونة بقرار حكم. لا مقرونة بقرار الحكم متفقين عليها. مقرونة. يا تعطينا يا ما قلت. إذا سمحت شوف، انتوا لعلمك ما عرفتوا طيبنا اولا عدم طيب. اذا سمحت انا الان بعد كلامك لما اقرنتني بالعقد دقيقه يا ابو فيصل انا اعلمت بعطوة اعتراف. اني طيب عطوة اعتراف غير مقرونة بشيء. احنا متروكين 3 ايام وبعد ما احنا متروكين 3 ايام لو اجوا من اول يوم بتغدوا من غدا الجنازه وبدفنوا معنا. احنا متروكين 3 ايام عرفت علي؟ وبعد متروكين 3 ايام اتهمنا بحق المزرعه. بقرار الحكم غيرت كل ابو فيصل يشربوا قهوتهم. هسه سيارتك العطوة مقرون باعتراف، ما بقرن باعتراف. انا اسمعني، انا بدي اخذ مليون بتشوفوا طيبي مرة جاي بكره. انا فاهم عليك. انا في عطوة اعتراف، انا عم البنت ترى متجوز 3 نسوان وعندي 24. يا سيدي الشغله كالتالي، عطوة اعتراف اهلا وسهلا فيكم. ما في عطوة اعتراف ولا واحد. ابو فيصل شوف الطيبي كان ابو فيصل بالله العظيم. ابو فيصل بس الان الزمتني انت هن كلمتين يا اخوان واهلا وسهلا فيكم. فيكم. عطوتكم على راسنا وعيننا، احنا عطوتنا عطوة اعتراف. انت ذبحت عمد وبتتحمل القتل وبتشوفوا طيبنا من ردانا. لا احنا فاتحين شوالات بدنا مصاري ولا شيء. يا عبد الكريم الحويان اعطيك صلح الليله كنت العطوة اعتراف كنت ناوي الان اعطيك صلحه واعتبرها عند الله، بس لما اقرنتني انت ربطت ايدي، ولكن اعطيها زي ما مرفوضة. العطوة مرفوضة. العطوة مرفوضة إلا بعطوة اعتراف. اقسم بالله اقسم بالله يا رسول الله والله. ولكن لما اقرنتني بقرار الحكم بدي استنى. اوكي انا طيب اعطيه عطوه انا كنت بتعطيك صلح باعتراف والله بدي اعطيك صلح إلا عطوة باعتراف. قتل ما أخذ عطوة في رجال تقتل. عمد هذا قتل. لا صحيح كلامه مضبوط صحيح. شو احنا نقعد لا صحيح. معلش الجاه حمال ما أول مرة. الحمد لله رب العالمين. أقول لك أول محافظة والصلاة والسلام على القتل في عمد. صلوا على النبي يا إخوان، زيدوا النبي صلاة. بدي أبشركم بشارة عن البنت اللي توفت. جزاك الله خير. بشارة عن البنت اللي توفت. الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول المهدوم والمردوم والمبطون والمطعون شهيد.
الحمد لله رب العالمين إنه هاي البنت أخذت صفة الشهادة. قولوا الحمد لله. والحمد لله رب العالمين هاي البنت في عمرها بتزف أبوها وأمها و70 واحد من أهلها على الجنة. والحمد لله رب العالمين الاعتراف فضيلة. وشيخنا الحويان قال كلمة، قال إحنا معترفين. والاعتراف مش قدام الشيوخ، الاعتراف قدام مين؟ رب الشيوخ أمام الله سبحانه وتعالى. سبب القتل أو سبب الموت أو سبب الغرق هو ترتيب من الله مش ترتيب من العبد. أنا أريد وأنت تريد والله يفعل ما يريد. الطيب عند أهل الطيب، وأنتوا يا السبعاوية أنتوا علم، تعال جاي يا ابو فيصل، علم لأهل المحاكم العشائر، فوز جاي، وأنتوا العلم هذا تفصل بين العشائر يا السبعاوية. بير السبع محكمة العشائر في بير السبع، نعم معروف. وختم بير السبع في الوطن العربي كامل. الاعتراف، صلوا على النبي، الاعتراف يا شيخ حقك، الاعتراف حقك. وكل واحد ما بده يعترف في هاي الجريمة ضر نفسه وضر الطرف الثاني. أنا قاعد قبل ما يجي الحويان وجاهته الكريمة كلكم على الراس من فوق. طيبكم سابق والأصايل بتجود. نعم. في الأول ولا في التالي؟ في التالي. أنتوا جدتوا في الأول وجدتوا في التالي. وأنا عندي المعلومات من ما قعدت بدكم تعطوا لله. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. بدي أبارك لكم كلكم بشهادة البنت. الحمد لله رب العالمين إنه بنتنا شهيدة، والحمد لله رب العالمين إنه الله أكرمنا في دار الشيخ نيجي معاكم ونيجي بعرواكم ونتعلم من طيبكم ونتعلم من كرامكم. يا إخوان في الوقت هذا ما بتفرح الحويان ولا بتفرح المعايطة، بتفرحوا واحد الله. الله سبحانه وتعالى بيستنى انك تعفي عن الدم. انتوا يا اهل الدم لما بدكم تعفوا لله. من عفا واصلح فاجره على الله سبحانه وتعالى. شيخنا انت مكرم وموجب، طلبهم شرعي والطيب بناخذه اول وبناخذه تالي. انا بدي اقعد مع الجاهه، كنت معكم بدي اقعد مع الجاهه هون. تعال جاي يا ابو فيصل، ابو فيصل فوز جاي، فوز جاي يا ابو فيصل، راح تشوف طيبنا انت والجاه. ونعم فوز جاي يا ابو فيصل. يا سيدي اذا ما جدنا لكم بنجود لغيركم وان شاء الله غير نجود. وجودوا فوز جاي يا ابو فيصل. خطوة اعتراف حقك برضانا وبطيب. وشوف طيبنا من ردانا يا ابن حويان. خذ 10 عطلات اعتراف. الله خذ 10 مو واحدة. ابشر خذ 10 ابشر. الله يحييك ابشر. ونعمي شواربك شوارب كل انا ابو ركان المعايطه، بتشرف اني بين هالاجاويل وين الفخر اكون عندكم. حياك الله وانت الان بيت احمد ابو الشيخ ونعم ابن سليمان ابو الشيخ ونعم عقال عراس هو ابو الكرم وابو الطيب ونعم. وهو شهاده رجال قوانين. الله يعزك. من جيت ولما وصلت بعد اذنك يا ابو حويان انا قاعد صب قهوتك يا عم. خلهم يصبوا شقابه ويشربوا قهوتهم. والله غير نجود لك باذن الله. احنا اكبر منك ابو رهيب. دينا عطوة اعتراف برضانا وبراحتنا النفس. خذ عطوة عندنا شباب بيسمعوا وهذا الجيل يسمع. خلوا يسمع الطيب والكرم وتعرف طيبنا من ردانا وظليتوا طيبين وتجونا بيوم. وين عطوا اعتراف ورضونا مشان نرضيكم. ابشر. انا قلت لك ابشر من اول ما وانا جيت. قلت لك ابشر. قلت لك ابشر احنا جايين لك. من جيت ومن طلعت لما وصلت. الله يحييك. يا هلا والمشارات كل الارض تشيلكوا على رؤوسنا من فوق. احنا نعرفكم واحنا نخبركم واحنا جيرانكم واحنا اخبر ناس فيكم. حي بامنا سيدنا يعيش يعيش. والنعم منكم والنعم منكم يا ابو فيصل ابو فيصل سير جاي انا تعطي عطوا للناس. محمد اعطي اعطي عطوا والله لو على 7 زلام وياخذوا عطوا. ابشر يا عبد الله الحلويان. عبد الكريم الحويان. والجاه الكريم. يا هلا بيك يا هلا بيك. كريم اصغر يا شيخ. ولا تزعلوا اذا
الله يحييك. جزاك الله ولكن خير. عندنا كفيل وفي. ابشر ابشر. حياك الله صح كلام. كفيل وفي منا. امشوا. هذا تاخذ كفيل دفا وتدفى من هنا لسه. الله يحييكم. يعني احنا خلال اسبوع 5 مش عارف 4 عندنا كل يوم حالة وفاة. الله يبعد الشر عنكم. يا ابو فيصل امامي موجودين ما بقدر اتكلم. بدنا اسم صاحب المزرعة نحافظه كامل. انا ما بقدر اتعدى وفي عمي دكتور موجود خلص رأيي بيصير 6 أو هسه بعطيك اسم وكالة أخبار. أشكرك. أنا الإعلام رياض منديل. من بورما من جرش. الله يحييك. مصر هو اللي اساس. أبو سامر كيف؟ رجال تقول رياض منديل. ونعم. أنا شيخنا. أخيرا شفناك. طول عمرك شيخنا. الله يحفظك شيخ. الله يحفظك شيخ. ابن عمك يا اخوي. بدي اقوم اسلم عليه. اخوات صبحة ونعم. وياك ابو النور. بدهم يتطيبوا. طبيب الخوارق ابو فيصل. يا رجال على بالعبيد. كيف الكريم؟ كيف؟ حاجه معي كثير على الصف. انا حكيت مع السكر بدهم مرسلهم عليه عبد الكريم معي عبد الكريم كيفك؟ والله ونعم. لا خلص بعد الفيلم. خلص شاهد ما شاء الله عليك. الله يحفظك. تمثالي قصة الحرق المزرعة. مزرعة مزرعة أبو سامر شيف علي. ثاني شخص. يونس محمد شوف لك الشباب اثنين خليهم يصبوا ورا قهوة. ماذا؟ خليجيز. خلص كلنا كيف مشتركين؟ عند ابو عواد زكريا زكريا كفيلها بكره بردنا خلاص هو كفيلها مركز البيت والولاد جعفر وعلي. جعفر ايش؟ ورندا. حطينا خلاص اسم واحدة. لا كلهم جعفر. كلهم اسم الورثة. وشركاء خلاص. وشركاء. لا حط ورثة كذا ورثة علي عنان. هي مزرعة مع سنة كذا وذلك في مزرعة ألمع الناس وأخوانها. واخوانها واولادها سيدي واولادها واولادها يا سيدي خلاص ما هم أولاده. خلص لا واو شهدناها. يكتب شهاده عمره 80 سنه والنسبة الرابع بس صور بتليفونك؟ نعم.
هذا معنا هذا معي. الله يحييك الله يحييك. لا الشباب ركز عليه. والله تعبت ما عليك زود يا غانم. يا ابو سامر ابو سامر 3 شهور ولا بدك اكثر؟ لا 3 شهور خلص 3 شهور. حط له هناك مي عند الشباب هناك اول شيء. عبد الكريم من كبير الوفا؟ كنا وفاء لكم ابدا ابدا كنا وفاء لكم خير وبركه. انا كفيل. الشيخ عبد الكريم الحويان كبير الوفا. ابشر. سجل الشيخ عبد الكريم الحويان كبير الوفا. ولا مهانب اخوياه كلهم غانمين. الله يحييك يا خالد. اي والله كلهم اجواد وغانمين. مين يدفينا يا شيخ؟ الدفع. انت يا خس ادنان احلام. هم كلكم زحشمين انت. تبون يا شيخ. الله يسلمك. يا دكتور. دكتور زايد. كف ولا وده بياه كف كف بس اسمحوا لنا الشيخ ابراهيم الراشد الحنيطي ودي يحكي. تفضل تفضل يا شيخ. حط كبير الدفاع. ماهر ماهر. الله يمسيكم بالخير جميعا، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أخوان، ما وجدنا منكم إلا كل شجاعة وكل طيب وكل كرم. مطلبكم شرعي وخدتوه وانتخيتوا بالكرم وبالجود، وجاها جدكم وجدكم حمالة، وطلبتم كفيل دفع كفيل وفاء، وجاها جد حمالة والكفيل موجود قدامكم. وخير البر عاجل، والجاهة تيجي دائما شحادة وطالبة الخير وطالبة إنهاء حقن الدماء. فتسمحوا لي تمموها وأعطونا صلح بإذن الله. تمموها فأعطونا صلح. أخذتوا اللي بدكم إياه. والله يحب المحسنين، والله يحب العافين. خليها قبل ما يصل علينا رمضان، نفوت على رمضان بإذن الله قلوب طيبة وقلوب مفتوحة. أخذتوا اللي بدكم إياه، كملوها لوجه الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله. الشيخ جميل المناصير تفضل. عباد كراس عبلاد تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أولا أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا هذه العشيرة هي أم الكرم، هي اللي علمت الناس على الكرم والطيب. فاحنا نرجو من الله ومنكم بإعطانا صلح عشائري نهائي للوجوه الطيبة كلها، ولله وللملك وللرسول عليه الصلاة والسلام. وإن شاء الله إن ما نرجع خايبين إن شاء الله. وسلامتكم. طيب هلا طيب شنايل وليد النواجذ بيحكي يا اخوان خروجك والايام جايه وان شاء الله ما نقصر. تفضل يا شيخ وليد تفضل. الايام جايه والجرح جديد يا ابو الحويان. الله يحييك. احنا من قريب لما يبرى الجرح ابشر.
خليه يحكي يا ابو ابراهيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. المختار وليد النواجي، واكثر الحضور عارفين ابو سفيان النواجي من احد قبائل بئر السبع المعروفه بالعرف والعاده. الله يمسيكم بالخير جميعا. جاها ومستقبلين. انا مع المستقبلين، مع ابناء ابو الشيخ. انا ابو الشيخ وابو الشيخ مني يا اخوان. الله يحييك. انا ابو الشيخ وابو الشيخ مني. اقول لكبير الجاهه للاخوان اللي تفضلوا بالحديث الطيب، وكلهم كرامات وكلهم وجوه وكلهم اصحاب عرف وعاده، واحنا عاده بالمجالس نتعلم من الناس الطيب. واللي يقول انا عالم هذا مو بعالم، اللي يتعلم هو العالم ياخذ اكثر. انا اقول خليها بعد قرايه الصك، واقول لاخونا ابو سامر خليها بعد قرايه الصك. انت تشوف كرم السبعويه وتشوف طيبهم وتشوف جهدهم. اقرا الصك واعطيهم حقهم اول شيء. اعطيهم حقهم وانت تشوف كرمهم. الله يعطيكم العافيه. ما يرجع حمال ابدا، والله اللي يطلبوه غير ياخذوه من عيون الثنتين. اي والله. والله يا ابو الشيخ لكم عندنا كرامه كبيره. واكثر شيء هيا ابو الشيخ، هيا انت تتذكر يوم ما رحت على قرايبنا البلقويه على الصلح، قديش مره رحت وقلت قالوا لي ليش جاي انت معهم؟ قلت لانهم هذول جيراننا، لانهم جيراننا وانتم جيران ومحسوبين علي وانا محسوب عليكم. الله يحييك. يا سيدي ابشر ابشر. انت جار طيب وعزيز. الله يحييك. يا بن حويان احنا تركنا 3 ايام، 3 ايام دفنا ودمعتنا نشفت 3 ايام ابن عناب ما شفناه. لو ما ذكر محافظ ما جاء. ابشر، لا ابشر ودك اياه حق ابشر. احنا جاهزين، هذا الجاه حمال. والله انكم حمالين وعروسنا من فوق. عناب ورا متنفذين يا اخي. ساعة اللي خش السجن. بشرت بس ولا خش. كل شيء بوقته طيب يا ابن الحويان. ما عليك زود. الجرح جديد وخلوا يبرى. ابشر. انت عارف الصحيح، عارف الصحيح. يا هلا، يا هلا بيك وباهلك وبجدك. والله انه بخير، لا احنا مطلعين له شوالات مصاري حاطينها على الابواب ولا شيء، بس كرامه الناس. كل حاجب وله كرامته. وتركنا 3 ايام عرفت عليه ابن عناب لوجه ودفن اول يوم. والله لا يروح بدون صلحه بدون جهه. والله هذا اللي نحكيه دائما، لكن في ناس ما يعرفوا. وجت البنت عرفت علي وقت نقلت الجثه وصارت تبكي، عرفت علي وجوزها معها، جوزها شرد على السياره، قلت له يا رجل ما لنا عندك شيء. هو خايف انه نفكره ابن عناب، قلت له ما لنا عندك شيء، البنت عارفينها عمرها 12 سنه. ووقفت مع بناتنا عرفتها وروحت بسيارتها ما حد اذاها بكلمه. ابراهيم اسمه ابراهيم. ابراهيم اخوك ابراهيم. اخوك ابراهيم اللي مسافر. ابراهيم الشيخ. المصري ما جا من الشارع هو جاب. يعني بروح علي دكتور زايد اقروا السك يا جماعه الخير. مسكر عند حمود 10:30. انا عند المدعي العام اقول عناب وبقول لعناب الله يسهل عليك. لا احنا بنستنى نزور ناس ولا ناس تزورنا يا عمي، ولكن جرح جديد وخلوا يبرى بس على لا اله الا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. صك عقد اعتراف في تمام الساعة 10 من مساء يوم الاثنين الموافق 15/4/2019 توجهت الجهة الكريمة المدونة اسمائهم بأدناء إلى ديوان آل الشيخ، وذلك بسبب أبو الشيخ. أيوه أبو الشيخ. وذلك بسبب حادث الوفاة للطفلة الشهيدة شاهد ناصر أحمد أبو الشيخ، وذلك في مزرعة الملو عناب وأولادها داخل البركة الزراعية والتي تخص المزرعة. وبعد التداول في غرق الطفلة شاهد
ابو الشيخ فقد تكرمت عشيره ابو الشيخ باعطاء عطوه باعتراف 3 شهور من تاريخه، وعشيره ال ابو الشيخ غير مسؤوله عن اضرار تمت داخل المزرعه واسقاط اي قضايا من الطرفين، ولا يسعى الجهه الكريمه الا تقديم الشكر لال ابو الشيخ على حسن الاستقبال للجهه الكريمه. حط كفيل الوفا الشيخ عبد الكريم الحويان. شكاوي يعني. ايوه من الطرف الاخر وليس من الطرفين. لا 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 من الطرف الاخر بس من عناب. بس من عناب. انا اسمع اقول له روح من هذا. لا لا يا ابو بس من عناب بس من عناب. لا اسقاط اي قضايا من طرف عناب. عناب ايش القضيه اللي عندي فيها؟ ما يعني مثلا يعني عناب عنده 10 شجرات زيتون وبركس لكلبين الله يعزكم. ايش اللي ودي انا اضر في عناب؟ مين كفيل الوفاء؟ ما في ضرر على عناب. كلبين الله يعزك على تبعات السلطه وسرقه الميه، كلبين مربوطات ومحل راس خيل مهجور و10 شجرات زيتون ما جاه المي. تفضل. ما انا ايش اللي اضر فيه؟ رد علي ما في. اذا جاء مصري ثاني وتويسل المحل المصري هذا وحرق له شجره زيتون انا مش مسؤول، وانخذ له كلب حرقه الله يعزك دري ما انا مسؤول. ها انا يعني شو خليني على واقع. ما في مزرعه شجرتين يا اخوان بدي اوصلكم رساله. عناب مزرعته تتكون من 30 شجره زيتون و5 دلومات برك ميه وكلبين حراسه على سرقه مياه هنا. يا رجل يا رجل يا رجل يا ابو فيصل يا ابو فيصل يا ابو فيصل ان شاء الله فيها ذهب لا يحاسب. وحتى لو يتضرر لو فيها ذهب لا يحاسب. حفار ودفاع. يا ريت تاخذ مني امس لما صارت الشجره المحروقه عندنا عزا الساعه 5 المساء. لا مراحل مين سيد الدوقة؟ لا كنا موجودين حركت عنا وهذا جار احنا بنحافظ على الجار ما بنحرق حابس يا حابس احنا بنحافظ والله لو مسكر على البرك وجه طلبني شيء بس خلص فاهم الناس ما في شيء يخرب. اصبر يا شيخ حابس اصبر يا شيخ حابس اصبر يا شيخ حابس حابس ودي اسمعك شهاده من جيران ثانيين. كم مرة يا خوانمه نبهنا على المصري يحط شياك، وكم طفل عندكم انتم، وكم بيت شعر انتم. والمدرسة فيها فوق 2000 طالب عجب. أنا نبهت عليك 200 مرة. ما أنت محترمني ولا معبرني. يا عمي مية السلافي عناب مرته بريطاني. ابو بشير انا بدي اياك تحكي كلمه. خلي الشيخ ابو بشر جبور. الشيخ ابو بشر جبور يقرا ويبشر بعدين يشوف طيبي مفردات. يا اخواننا ابو فيصل خلي الشيخ ابو بشر جبور بده يحكي كلمه. احنا قلنا الحج قلنا شويه. الله يمسيكم بالخير. يا هلا يا هلا. ابو رفيق راسك يا ابو فيصل يا هلا. الشيخ عبد الكريم الحويان باسمه باسم الجهه كامله بقول ابشر وطلبك شرعي وبستنى وطيبك ان شاء الله. وبستنى وطيبك وابشر يا شيخ عبد الكريم انت واخوياك. هذا مختار الاردن خالد البشر. مختار الاردن عامه له كرامته زي هالشيوخ الكرام. اسمعوا منه يا رجال. بدنا كلمتين من الشيخ بشر. ابشر يا اللوز ابشر. الله يسلمك. والله إن كان على الحقوق إن الناس يتعلمون من السبعوية. ما هي مجاملة من حطك ذي منزل ما انتبوه يستجيبك. والآن أصبح اللي محافظين على الحقوق العشائرية أكثر ناس بدو السبع. وأنت منقع الطيب.
فأتوسم بهالوجوه الطيبة ألجاها بلسم جروح حمائم سلام، واللي له رجل لا يمن اللشمة، اللوم جاكم باشر لا سمح الله تحتاجونهم، واللي يزرع عند الغانمين يلقاهم فازعلوا. ودنا انت مكرمكم ما يحصاها التاريخ، لا والله. وبعدين يعني الاسم طيب ابو الشيخ، يعني ونعم بكم. هالوجوه الخيرة تستاهل منكم اننا نسمع مكرمة يوم نروح لأهلنا نسولف عند ربعنا مكرمكم الطيبة، وجايكم بالله انكم تعوذون من الشيطان وقدموا بعصركم غير عصركم مري شربتكم. تلزم شهادتك يا والله ما جبت شيء من عندي، هذا واقع. والله انه هذا شرف لنا، والوجوه الخيرة والله انها تستاهل الكرامة. والله انكم كلكم وجوه خير وكرم، وانت مهلا، انت مهلا، وكلكم اهل عيال وبنات واولاد، وكلكم عنده اولاد، وكلكم عندكم عيال. لولا يوم وان شاء الله لا تخلي نحط الخطيه في رقابكم لنا صعبه. اللي يتحملها برقبته خطيه والله ذريها صعبه يا اخوان. انتم اهل، عندكم اولاد وعندكم بنات وعندكم نساء وجرح جديد وخلوا يبرأ، وان شاء الله يشوفوا الخير. انتم تسمون على الجراح ان شاء الله انك انتم تسمون عليه، ولكن جرحنا انت شايف ما بريابه. اذكر الله اللي يصيحن 40 يوم وثلاثة والله لو انه نار 40 يوم يصيحن وثلاثة يزودون، الام والابو ولا صل على النبي. والله لو انه ما نار جرح طري يا اخوان، اننا غير وكلكم انتم تخاف الله عندكم عيال، وبنت عمرها 13 سنة وانتم تخاف والله. لا اله بين خواتها وبين اهلها وبين البنات ومنامها وذكراها وده 40 يوم وثلاثة ورا ال40 لما يبرأ الجرح يا شيخ. وبتشوفوا طيبنا من ردانا، وكلكم عندكم عيال رغم اننا متروكين مهمولين 3 ايام، كلكم عندكم عيال متروكين مهمولين 3 ايام، كلكم عندكم عيال. احنا نصيح اليوم ولا الشهر الجاي ولا ورا رمضان، انا واحنا نصيح. والله اسمح لي لا تعتب على غير على هلا العتب. عناب لو انه عنده ذره من معرفه الرجال يجيكم بلحظته، لكن قوما شايفوا شلون تسمع لا تعرف اللي ينفعه من اللي يضره. صليت على النبي. والله لو ما سنعوهم الرجال ما يدرون عن هالسالفه تسمع. واللي ما يعرف والله ما يشرفك، شايف شلون انه يصير لك خطيب. يسلم مساك الله يسلم مساك. احنا كلنا فزعه يا ابو الشيخ، والله كلنا فزعه ومحروقين دمنا عليكم. هذه بنتكم كلكم، والله بنت الاردنيين عامه، هذه بنتكم كلكم، والله بنت الاردنيين، واحنا لمسنا الطيب من ما دخلنا، والله لمسنا الطيب منكم، احنا مناصرين. ما جوني 3 ايام انا 11 يوم عيال لنا 2 بجنب الطنيب تسمع، قرب ذهيبة الجحاوشة عيال 2 من عيال الجبور وقعوا ببرشة 11 يوم ما جانا ردد الخبر، لانه وبالنهايه والله عذرناهم. تدري ليه عذرناه؟ لانه والله ما عرف 3 اللي هو البرشة. ايه يا رجال بعد اذنك يا شيخ، تفضل. رجل هرب وعاد ما هرب، وهذا قدر الله تم. قدر الله تم. جيتكم كفايه، واحنا والله احنا جانا مناصرين لابو الشيخ بنيتنا. هاي حقوق طفله ما حدا يتجاوز، ما حدا يتجاوزها.
واهلها هم اللي بيعفوا عنها. واحنا لمسنا الطيب منكم، والله لمسنا الطيب. شوفوا قرايبي والله ما نقصر، ما نقصر. انتوا اهل. ما بيقصر والله ما نقصر. والله ما بيقصر. والله انتوا اهل. والله عشر. والله ان شاء الله يا رجل. والله هرجال اللي اجوكم، والله هرجال اللي اجوكم. هذه قامات اردنيه. هذه قامات. ما ضر اللي ضر المصري الجرو تبعه. الله ونعم الوكيل. جروه. الطيب عناب ما ضر، عناب حضرنا طيبين. اسمع عمهم فاز زمانات وقعد على راس الخيل. انتوا طيبين. والله عقال الراس يا بير السبع. انا بقول انتوا عقال الراس. والله انتوا عقال الراس. والله انكم عقال الراس. طول عمركم ماضيين. الدكتور بدانا في وقتها. ابشر. خلى الجرح يبرى. والله. وبتشوفوا بس استغلوا الرجال. هرجال اللي اجوكم ناس. والله كلكم غانمين اصحاب اوله. وفزعلكم والله فزعلكم. يا اخي هاي حقوق. اسمعني. هاي حقوق. طفله يمكن 20 بس كلمتين، احنا ما بدنا برضو. دكتور محمود تفضل. عادي عادي. دكتور محمود الرمضان سمعتوا؟ في ناس قاعدين جاي عليكم من الضره. وحدوا الله يا جماعه، وحدوا الله، صلوا على النبي. يا اخوان يا اخوان يا اخوان يا اخوان يا اخوان، الشيخ عبد الكريم والجاهه قبلوا باللي اعطوه اياه ابو الشيخ. قبلانين بطيبهم وكرمهم وينتظروا طيبهم. شيخ عبد الكريم انتوا اخوياك، ابشروا بالطيب، ابشروا بطيب ابو الشيخ ابدا، ولا بدكم اياه اخذتوه. الله يخلف عليكم. دربكم خضره، دربكم خضره. الله يسر اموركم. تفضلوا دربكم خضره.